السلام عليكم. السلام عليكم يا احلى متابعين. النهارده بقى كده خرجنا. قلت اطلع شويه على النيل كده، اغير بقى جو البيت وكده. قلت اطلع على النيل بقى شويه كده. النيل بيننا وبينه 5 دقايق، يعني بالعربيه 5 دقايق. فقلت بقى نطلع النهارده كده بقى ايه، نقعدوا كده نتسلوا شويه على النيل واغير البيت بقى. فكده خرجنا. كده طالعين بقى على النيل. ديت ترعة كده، فاصلة من النيل، يعني ديت زي جزيرة كده. النيل بقى كده على محاوت كده. ده النيل بقى طالعين فوق بقى كده للنيل. منظر والله بيبقى جميل. يعني العرايس بيبقى يوم الخميس ويوم الجمعة النيل ده مليان عرايس بتركب المراكب وتتصور. منظر جميل جميل والله. فقلت طب ليه ما نطلعوش بقى نتغدوا؟ او لا، في ناس بقى بتاخد الغدا معاها وتطلع بقى تتغدى على النيل بقى تحت الشجر كده. فقلت لا، انا هتمشى بقى كفاية بس كده تغيير. عشان ايه يعني؟ ميبقاش النيل في بلدنا ومحرومين ان احنا نطلع عليه. ورغم ان المسافة مش كتير، مسافة بسيطة خالص، يعني العربية 5 دقايق كده. المهم بقى طلعت بقى كده. قلت اتسلى بقى كده واشوف لو عايزين سمك. احنا بقى باجي اخد هنا بالصيادين بيطلعوا بالمراكب هنا. المغرب كده، قبل المغرب بساعة بتلاقي بقى فيه هنا سمك جميل طالع من البحر. والصبح بدري اللي عايز سمك برضو بيجي الصبح، المراكب بتكون بتاعة الصيد طلعت بالسمك. فبيبقى السمك طازة وجميل. فكده قلت بقى ايه، نتمشى. احنا لسه كده ما وصلناش النيل طبعا. انا كده فاصل بين النيل، فيه بحر كده صغير كده فاصل بين النيل وبين البحر. كده ما شاء الله والله، اشجار وجناين دي كلها. جناين بقى، جناين برتقال وتفاح يعني ما شاء الله كده طوالي كده. دي جناين، كل ده جناين. فتدخلي للنيل من اي مكان، يعني من اي حتة كده. اطلع بقى على شمالي كده على النيل. والجو بقى جميل جميل. شمس اهيت بس في هوا بقى جميل. الواحد لو عايز يطلع يقضي اليوم كله عليه، والله بيبقى يتغدى بر عليه كده، وياخد الغدا من البيت وياخد مية وياخد حاجة ساقعة ويطلع يقعد بقى كده. بيبقى هدوء هدوء جامد، من احسن ما اي واحدة والله العظيم. اي حد بيحس ان هو مضغوط وبيحس ان هو نفسيته زعلانة كده، يطلع يتمشى. يطلع يتمشى بقى على حتة تكون عنده جميلة كده، اماكن زرع، اماكن مية. بيرجع البيت اكيد يعني طبعا بيكون اتغير خالص في نفسيا يعني. دي كلها جناين بقى، دي اللي حوالينا دي جناين كده. فقلت بقى ايه، في يوم بقى هجيب الغدا واجيب ولادي وكده ونيجوا نتغدوا بقى هنا. احنا كنا بنيجوا فعلا نتغدى هنا. ايام شم النسيم بقى بيبقى على الصفين بقى هنا مراجيح وناس بقى جايبين فسيخ ورنجة وكده، وقاعدين بقى على النيل تحت الشجر ده يتغدوا. لا والله بجد النفسية بتبقى أحسن، لأن كلنا بنبقى نفسيتنا في البيت. أنا لقيت نفسي والله دلوقتي حاسة كده بخنقة كده ومتضايقة كده. قلت لا، ده أنا هطلع هغير جو، لأن الواحد ما بيخرجش خالص، دي حاجة مش حلوة دي يعني. شوية كده الواحد يطلع له شوية كده يتفسح بيبقى حلو. فانا قلت لا، ده انا هطلع بقى من جو البيت والغسيل كل يوم اللي نباتوا فيه نصبحوا فيه بقى. لا، الواحد بقى يعمل فاصل بقى كده. ورغم ان مش بعيد عننا خالص خالص، يعني ممكن لو انا عايزة
اطلع كل يوم المغرب كده، حوالي الساعة 5 كده بعد العصر، بيكون منظر جميل. فدول الصيادين اللي هم المراكب اللي في البحر دولت بيصطادوا كده معاهم سمك. يعني لو انا عايزة سمك وانادي عليه اقول له انا عايزة سمك، هي معاه بيبيعوا سمك. ولو الصبح بدري بقى برضو كده بيكون برضو فيه سمك. فهم الله يرزقهم يا رب ويحنن عليهم كده، بيلموا الشبك من المية، بيصطادوا يعني، بيبقوا حاطين الشبك تقريبا قبلها بالليل، وبيشدوا الشبك دلوقتي عشان ايه؟ عشان هينزلوه بقى عندنا حلقة سمك كده، بياخدوه بقى ويطلعوا على حلقة السمك. منظر والله جميل جميل. ولو اي حد بيعوز يركب مركب، المراكب واقفين هم، بياخد المركب وينزل بالمركب كده في النيل. وفيه معدية كده اللي هو اسمه ايه ده، اللانش ده، بيعدي الناحية التانية للبلاد بقى اللي هي قصادنا كده، محافظة البحيرة. بيعدي من النيل، في حتة بيقف فيها هنا ورايا كده. ده بقى اسمه ايه ده، المعدية اللي هما بيعدوا بيها دي، بقى رايح جاي يودي الناحية التانية ويجيب الناحية دي. طول اليوم شغال كده، ومش غالي بقى. اللي هو اللي بيعدي تركبي فيه ده بيعدي بس يعني ايه، ممشيش في النيل طوالي كده فسحة، لا يعدي الناحية، يودي الناحية التانية من الناحية اللي هي في محافظة تانية اللي قصادنا. يشوف فرق قد ايه في على الطريق بالعربية. لا هو قصادنا ومحافظة البحيرة قصادنا، تركبي بس تعدي النيل ده، تركبي في المعدية دي تعدي النيل. دي بيوديكي بقى، اللهم صل على سيدنا محمد، أداه البارود ومحافظات البحيرة كله بقى. هنا بقى دمنهور والحتت دي، تعدي من الحبة الصغيرين المعدية بتاعت النيل دي وديكم محافظة تانية. لا وبصراحة مريحة يعني البتاعة ديت اللي بيركبوها المعدية دي، مش عارفة بحوالي 5 جنيه يعدي الناحية التانية. الناس بقى اللي بتعوز فيه شبرخيت، بلد كده قصادنا اسمها شبرخيت، والأراضي والجناين بقى، في ناس اللي هما بيعدوا بقى الناحية التانية، بيشتغلوا في النواحي التانية دي. ده بقى بيصطاد السمك او بيلم الشبك اللي هو في المركب اللي تحت في النيل دي كده، بيسحب الشبك اللي هو بتاعه اللي هو بيصطاد بيه. الله يسهل لهم ويرزقهم يا رب. والمراكب التانية دي راكنين برضو بيلموا الشبك بتاعهم عشان كده يعتبروا بقى ايه، بيصطادوا. منظر جميل والله. فجبت سوداني وقلت ايه، نقعدوا نتسلوا بقى شوية كده، ونحس ان الواحد يحس بالهدوء كده، ويحس والله بجد قاعدة تحت الشجرة، جنة تلج كده. اقول والله ده كده احسن من المراوح واحسن من البيت وكده، بجد يعني قاعدة جميلة جميلة. كنا احنا بنيجوا بقى هنا نجيبوا غدا معانا، ونقعدوا بقى نتغدوا هنا، ونجيبوا ملاية ولا حاجة نفرشوها كده ونقعدوا عليها. بيبقى بجد يوم تحفة. نتغدوا ونجيبوا ترمس الشاي ونقعدوا بقى كده، ايه بيبقى فيه رواقة كده يعني. ما شاء الله المية والخضرة بيبقوا حاجة أحسن حاجة للعين. أنا قاعدة بقى كده مبسوطة أوي وأنا قاعدة بعيد عن البيت كده مبسوطة. لا كده والله بمنظر النيل بيهدي الأعصاب وبيهدي كده ما شاء الله. ولما تكوني جايبة بقى وجايبة ولادك وجايبة كده وقاعدة على النيل كده، لو بيلعبوا بقى بيحسوا إن لو أطفال معاكي بقى بيعايزين واسح كده بيجروا. والمراكب ما شاء الله برضو، لو حد عايز ينزل ياخد المركب وينزل في النيل يتمشى، بيبقى منظر جميل جميل.
او يركب المعدية بقى. المعدية بتبقى ناس كتير مع بعضها كده، بيبقى حلو. ما تنسوش اللايك يا احلى متابعين، لايك واشتراك مع مطبخ طبخة هنية تكفي 100. دوسوا على كلمة اشتراك واشتركوا معايا. عايزة بقى اكمل ال1000 مشترك. يعني ال1000 مشترك دولت انا فاضل لي حوالي منهم 450 مشترك. فجدعانوا معايا بقى كده عشان القناة تتفعل، لان انا محتاجاها فعلا تتفعل والله يا حبايبي. ربنا يخليكم ليا ويجعلكم نعمة في حياتي. نفسي تتفعل بقى القناة بقى كده. ربنا ينجح اولادكم كده يا رب، واللي عنده امتحانات واللي عنده، اكيد احنا في ايام الامتحانات دلوقتي والله. كله مزنوق على الاخر بقى الايام ديت، امتحانات بقى 6 ابتدائي وتالتة اعدادي وهندخلوا على تالتة ثانوي. ما شاء الله ربنا يكرم كل اللي في ثانوية يا رب يا رب، كلهم ينجحوا ويجيبوا مجموع، والامتحانات تكون جميلة عليهم وسهلة. اللهم امين. واللي في ثانوية عامة يجيب كل اللي بيتمناه يا رب. يا رب تقبل مني يا رب. وادعوا لكل حد في ثانوية عامة ربنا يكرمه يا رب، ويكرم أولادكم يا رب ينجحوا. والطالب اللي في ثانوية عامة يجيب مجموع، اللي عايز يدخل الكلية اللي هو بيحبها يدخلها ويجيب مجموع كبير. اللهم امين. وكل بنت وبناتي وولادي وبناتي حبايبي اللي في ثانوية عامة ربنا يديكوا اكبر مجموع، وتدخلوا يا رب احسن كلية تكونوا عايزينها وبتتمنوها. ويجعل الامتحانات السنة دي تكون خفيفة ومباشرة، جاية امتحانات مباشرة كده على طول وسهلة يا رب. اللهم امين. الله ينجحكم كلكم يا رب، تنجحهم كلهم وتدخلهم الكليات اللي هم بيتمنوها يا رب. فالأيام دي كلها بقى ضغط جامد عشان الامتحانات بقى، مراحل النقل وبعدين 6 ابتدائي وداخلين بقى ما شاء الله على مرحلة. ربنا معاهم يا رب، ربنا معاهم كلهم. كل اللي في ثالثة إعدادي وفي 6 ابتدائي وفي كل النقل ينجحهم جميعا كلهم يا رب، هم وكل اللي زيهم. فده برضو بيبقى ايه، مفيش يعني كله في الامتحانات دلوقتي. بعد الامتحانات بقى بتلاقوا بقى ايه، النيل بقى ده مليان مليان، بيجوا عائلات هنا بقى يطلعوا يقعدوا هنا بيبقى منظر حلو. وفي اماكن طبعا جزيرة احسن من دي قدام، بس انا قعدت في اقرب مكان. آه، سبحان الله، يعني انا بحب الاماكن اللي زي دي اكتر من الزحام جوه في البلد. لا بحب الهدوء احسن. كده بقى بشاور لكم على المعدية. هي دي المعدية دي بقى اللي بتعدي الناحية التانية. اللي عايز يعدي في الناحية التانية، دي معدية بقى بتعديهم، ولها مكان بتقف فيه، يعني بتتعدى على الناحية التانية. ما شاء الله والله بجد. يعني الواحد آه، يقعد بقى كده. المفروض ان هو يقعد كده بقى ايه، لو قعدتي كام ساعة ما تشبعيش من القعدة. والشجر بقى بيبقى هوا، بتنقي حتة بقى فيها أشجار كلها أشجار والله. بصراحة المكان ده كله جناين. ما تنسوش اللايك يا حبايبي. ربنا يجعلكم نعمة في حياتي. لايك بقى ودوس على اشتراك، كلمة اشتراك نفسي بقى كده تدوس على كلمة اشتراك. عايزة القناة تتفعل. انا قربت على يعني انا فاضل لي 460 مشترك. جدعانوا بقى اشتركوا معايا، لان فعلا انا محتاجاها عايزاها جامد تتفعل. يا رب اجعلكم نعمة في حياتي وفي كل جميع الدول العربية وكل جميع الدول. حبايبنا. شكرا على التعليقات الحلوة. ربنا يجعلكم كده دايما واقفين معايا حبايبي في ظهري كده، لان انا بتبسط بالتعليقات بتاعتكم والله. شكرا لكل اللي كتبت لي تعليق، شكرا لكل اللي بتكتب لي تعليق حلو كده وبشجعني.
شجعوني بقى عشان اكمل ال1000 مشترك. لان انا فاضل لي لسه كتير بقى. يلا معايا كده كلكم بقى دوسوا اشتراك، لان السنة قربت، فاضل لي شهر واحد بس والسنة هتنتهي. وانا كل اللي عملته ده ممكن يضيع على الفاضي لو انا ما اتفعلتش القناة. فبالله عليكم اللي ما اشتركش يشترك معايا عشان افعل القناة. باقي شهر واحد على ما اكمل 12 شهر فاتحة القناة. مطبخ هويدا سالم. مطبخ طبخة هنية تكفي 100. يا ريت تشتركوا وتدوسوا اشتراك يا حبايبي، تنوروني وجعلكم يا رب معايا في ظهري على طول كده. وشوفوا بقى الفيديو ده لو عجبكم اصور لكم بقى النيل واصور لكم المناظر ديت كده. لو عجبكم فعلا الفيديو ده قولولي صوري بره خارج كده عشان اوريكم البلد كده بتاعتنا ديت. يعني دي بلد كابتن محمد صلاح، وعندنا هنا المدرسة بتاعت محمد صلاح. هنا في رحبتنا احنا كده. دي ما شاء الله والله بجد تحس ان البلد هادية وناسها طيبين وكلهم طيبين. والنادي بتاعه اللي كان بيتدرب فيه النادي الرياضي اللي هو